ازاي تكون مبدع. العالم ده مش ثابت، العالم بناه ناس زي وزيك بشكله اللي احنا نعرفه دلوقتي، وكل يوم بيتغير. ايوه تغييره صعب جدا، بس دايما في مساحة انك تغير حاجة او تسيب بصمتك في حاجة. وفي زماننا ده بقى اي حد يقدر يبتدي حاجة ما يعرفهاش او يتكلم عن حاجة ما سمعش عنها قبل كده، مجرد ان هو يبتدي كونفرزيشن مع AI. طيب لما كلها تعرف تستخدم نفس الادوات وتقرا نفس الكتب وتوصل لنفس النتائج، ايه بقى اللي بيميزك انت عن اي بني ادم تاني او حتى عن AI؟ هقولك ان محدش عايش تجاربك انت بالظبط ولا حس بنفس المشاعر، فلما تعرض الحاجة من وجهة نظرك انت، دي فعلا هتكون اكتر حاجة مختلفة ومميزة. وده اللي فهمه عبقري زي نجيب محفوظ قبل زمن AI. كان بيشوف في كل حاجة تفاصيل محدش غيره بيشوفها. يعني مثلا كلنا ممكن نروح نقعد على قهوة الفيشاوي ونتمشى في الحسين ونتبسط باليوم ونروح، بس هو لما وقف هناك خلق زقاق المدق وخلق بين القصرين، شاف حكاوي كاملة بتدور في نفس الحارة الصغيرة. ما كانش هدفه انه يوصل للكمال الأدبي، مجرد بيحاول يشاركنا جزء منه. هو مين وشايف العالم ازاي، ايه اللي بيلهمه، ايه الحاجات اللي كان بيتحمس لها، ايه اللي بيخلق جواه الفضول ان هو يسأل نفسه الأسئلة اللي اجاباتها بتقدم لنا الأعمال الأدبية العملاقة دي. كل دي حاجات لما اتحطت على بعضها شكلت إبداعه الأدبي، وده اللي خلى أعماله قيمة جدا، عشان ببساطة مفيش أي حاجة تانية شبهها. يعني مثلا هتلاقي 100 فيديو بيتكلموا عن نجيب محفوظ وتاريخه الأدبي، بس صعب تلاقي فيديو شبه ده، ببساطة لأن محدش شاف نفس القصة من نفس الزاوية اللي أنا بصيت عليها منها. دي البصمة بتاعتي أنا، أنت كمان عندك بصمتك المميزة. لو عاوز تكون مبدع فعلا شوف الفيديوهات اللي جاية هتعجبك قوي، واكتب لنا في الكومنتس ايه المجال اللي انت ممكن تبتكر فيه. انا لاشين ودي لاشين توكس، سلام.